لو فجأة كده ومن غير سابق انذار بقى معاك مليون جنيه، سواء بقى ورثتهم من قريبك اللي في ايطاليا او حتى لقيتهم في شنطة واقعة في البحر او حتى كسبتهم في اللوتري او اليا نصيب، ايه اول كام حاجة ممكن تفكر تصرف الفلوس دي فيها؟ مع العلم ان مليون جنيه رقم مش كبير ابدا دلوقتي، لكن انا حبيت اسالك على مبلغ ممكن يكون محدود عشان خاطر احاول افهم حاجة معينة من اختياراتك او انت ناوي تتصرف الفلوس دي ازاي. ويهمني كمان لو الفيديو ده وصل ليك او سالت صاحبك نفس السؤال، ان احاول اعرف هل الناس لسه بتحلم ولا لا، وهل الناس فقدت الامل مع الضغط اللي بيزيد عليها باستمرار ولا لا. طب الاجيال اللي انهكتها الصراعات ومن ضمنها الجيل بتاعي واللي على ابواب ال 30 سنه او اكبر منه ب5 سنين او اصغر حتى ب5 سنين، هل لسه بيحلم وبيعافر ولا لا؟ ويا ترى الجيل ده منهك لاي درجه في الوقت الحالي؟ والسؤال الاهم من ده كله، بعد ما تفكر تنفذ احلامك او حتى جزء منها بالمليون جنيه دي، برايك بقى هل الفلوس هتقدر تحقق لك السعاده لفتره كبيره ولا لا؟ وهل الفلوس دي هتكون مجرد وسيله او محطه تساعدك لهدف ابعد في المستقبل؟ وركز ان الفلوس دي هتكون معاك دلوقتي حالا من غير ما تحاول ان انت تفكر او تبني تصورات او حتى تبني نفسك او وراك من جديد. فلوس معاك دلوقتي ومفروض ان انت تتصرف بيها دلوقتي حالا. وانا بسال السؤال ده لان انا بالنسبه لي وبالنسبه لحياتي شفت تصورات كتيره جدا ومختلفه جدا للناس بالنسبه للفلوس. اللي عايز الفلوس عشان خاطر يسعد بيها نفسه، واللي عايز الفلوس عشان خاطر يسعد بيها اللي حواليه، وفي كمان اللي عايز الفلوس عشان خاطر يحس ان هو افضل ماديا من اللي حواليه، وفي بقى النوع الاسوأ واللي بيحوش الفلوس لمجرد التحويش، لا وكمان بيحس بالامان كل ما كميه الفلوس اللي معاه تزيد اكتر واكتر. بغض النظر بقى ان الانسان ده ممكن يستخدمها في مليون حاجه او حاجه تسعده او تسعد اللي حواليه، او حتى يعمل خير يساعد بيه الناس اللي حواليه عموما. وعموما الفيديو ده ممكن يطول جدا لو اتكلمنا عن الفلوس والنظريات اللي ما بتخلصش عنها، فاتمنى لو عدى عليك الفيديو تفكر في الاسئله دي حتى لو مش حابب تعلق او تشارك معانا. يا ترى هتعمل ايه بالمليون جنيه اللي معاك دلوقتي؟ ولسه عندك امل وبتعافر ولا لا؟ وايه مفهوم السعاده بالنسبه لك في العموم؟ بس كده يا صاحبي، مستني رايك، ولو وصلت لحد هنا فشكرا ليك. سلام.